تقريبًا إحنا آخر 2 في مصر بنعمل بودكاست، لكن ده أول بودكاست نعمله إحنا الاتنين، وأول بودكاست بيتكلم عن الطبيعي والعادي مش الاستثناء. والحقيقة لأننا coaches فإحنا مهتمين أكتر بالبساطة والجمال الطبيعي اللي موجود جوّه الإنسان، عشان كده هتلاقوا معانا في حلقات وادي قاعدة هندّيكم حبّة روقان. ولإن مش كل القعدات اللي بنقعدها بتبقى شبه بعض، في قعدة بنتفق عليها، وقعدة بتيجي صُدفة، وقعدة بنبقى مغصوبين عليها، وقعدة بنبقى حابينها، لكن أحلى قعدة القعدة اللي بتكون بمزاجنا لمّا بنقول وادي قاعدة. في ظل الظروف والحاجات المحبطة الكتير اللي حوالينا، شُفنا إن النهارده ممكن نتكلم عن حاجة أو نموذج ندوّر عليه عشان يدعو كده شوية للتفاؤل والاستمرارية. ومن أكتر الحاجات اللي فكّرنا فيها هي فكرة النجاح، والنماذج اللي ممكن تخلّينا قادرين نكمّل. وسام، أهلًا، إزيك؟ إزيك يا منال أخبارِك؟ الحمد لله، أنت عامل إيه؟ تمام والله زي الفل. إيه مفهوم النجاح يا وسام؟ يعني لمّا أقول كلمة نجاح كده، إيه اللي ييجي على بالك؟ أوكي. هو خلّيني أقول لِك نجاح تعريف النجاح كده في مُعجم اللغة العربية بيقول لِك هو إدراك الغاية أو الظفر أو الفوز أو التوفيق، كل دي يعني إيه، مرادفات كده لتعريف النجاح. فلو اختصرناهم بفكرة إدراك الغاية إن أنتِ توصلي للي أنتِ عايزاه، ده كده ببساطة تعريف النجاح. وبالتالي هنا هتلاقي إنه أي شخص بيوصل لحاجة هو عايزها، هو ده بالنسبة له نجاح. وهنا بيختلف مفهوم النجاح بقى من شخص للتاني، على حسب الحاجة اللي هو عايزها، وعلى حسب كمان المحددات اللي هو حاططها يا منال لشكل النجاح بالنسبة له. وأنا في قناعتي إن عملية المحددات اللي هو بيبقى حاططها لنفسه لشكل النجاح دي بتحيّده وبتأيّده إنه يحقق نجاحات في مجالات تانية. لكن أنا لو سألتيني عن قناعاتي أنا أو مفهومي إمم. الخاص عن النجاح، هو فكرة إنّك تسيب أثر، يعني إنّك تترك أثر وإن ربنا يستخدمك وإنّك اللي بتعمله مهمًا كان بسيط، ده يسيب علامة ويسيب أثر. أنا ده بالنسبة لي ده مفهومي أنا الخاص عن النجاح. وعشان أنا دلوقتي اتكلّمت حتّى في فكرة المحددات اللي ممكن أي شخص بيحدد لنفسه فكرة النجاح وشكل النجاح، فجِه في بالي إن أقول لِك طيب مقاييس النجاح، لو قُلت المنال كده بالنسبة لِك، إيه مقاييس النجاح أو إمتى تقولي إن الشخص ده ناجح؟ حلو. أنا باشوف يا وسام إن مقاييس النجاح هي بتتحدد لكل شخص حسب قيمه وأهدافه الشخصية. يعني مثلًا في حد هيشوف إن النجاح مقياسه في العلاقات الناجحة في حياته. في حد تاني هيقول لأ، في تحقيق الأهداف، الأهداف اللي أنا باحطها لنفسي باقدر أحققها والّا لأ. في حد هيقول في السُمعة، أوكي. في حد هيشوف النجاح الابتكار، إن أنا أعمل حاجة جديدة مختلفة ما حدش شافها. في يعني مقاييس كتير ممكن البني آدم يحطها لنفسه عشان هي دي قيمه وهي دي أهدافه الشخصية. في مقولة دلوقتي كده حضرت في دماغي، كان استشهد بيها جاك كانفيلد في كتابه مبادئ النجاح لنابليون هيل. قال إيه بقى؟ إن ما يستطيع العقل رؤيته وتصديقه، يستطيع تحقيقه أيًا ما كان. أوكي. يعني مهما كان الشيء دوّة طالما العقل قادر يشوف ده أو يتخيل ده، هيقدر يحققه. زمان كانوا فكرتنا كلّها يعني من الجزء العلمي يعني إنه العقل بيصدّق الحاجات بناءً على إنها مرتبطة بالعالم الخارجي أو المؤثِّرات اللي عليه أو المعلومات اللي جاية له من العالم الخارجي. تمام. في حين لقوا إن العقل لأ، هو بيصدّق اللي هو شايفه أو بيتخيّله وبيؤمن بيه وبيترجمه لفعل. وبناءً عليه اختلفت النظرة تمامًا. أنا مش لازم صح. تكون الموضوع مرتبط بالظروف والحاجات المحيطة وهو ده بس الواقع. لأ، في جزء داخلي نابع من الشخص نفسه ومن قيمه ومن أهدافه هي اللي بتوجّهه إنه يحقق ده حتى قبل ما يتحقق، صح. حتى قبل ما يحصل على أرض الواقع. ودي حاجة على فكرة يعني أنا شايفة إنها ممكن تخلّي الواحد متفائل حتى لو هو
لسه في بداية طريق صعب أو لسه في مشوار قدّامه. صح، معلومة علمية كمان مؤثرة جدًا، لأنه هي لو إحنا system الcircuits اللي بتعمل الفعل والaction هي نفس الcircuit اللي بتعمل التخيُّل اللي أنتِ بتقولي عليه ده، فبما إنه لقوا إنه التخيُّل الcircuits هي اللي بتشتغل عليه زي ما بتشتغل على الحاجة اللي بتتحقق على أرض الواقع، فأنا لمّا هاتصوّر الحاجة وأتخيّلها الcircuit جوّه الsystem هتشتغل إنها بالضبط، عملتها. بالضبط. وهنا من كلامِك ده يا منال هل أنتِ شايفة إن في قوالب ثابتة للنجاح؟ يعني في template كده وقوالب هي دي معروفة وهو ده النجاح بتاعها؟ لأ خالص، لأ خالص يا وسام، لإنها أنا شايفة إن هي مُعتمدة على الإنسان نَفْسه وأهدافه وقِيَمه، وكمان البيئة المحيطة بيه، هي اللي بتحدد لك القالب. يعني أنا في مجال شغلي أكيد النجاح معناه مختلف عن حياتي الشخصية، عن علاقاتي. صح، القالب ده كمان بيختلف أصلًا من شخص للتاني، صح، جوّه لإن نفس السياق أهدافي نفسه، في الcategory دي أنا صح، أكيد مختلفة عنك وعن أي حد تاني. وفيها تفاصيل، لإنه النجاح مش template هاعرف أدّيها لك وأوصفها لك بالضبط ده الشكل. إمم. اللي ينفع عندي هو نفسه اللي ينفع عندك، فباشوف لأ، إنها بتختلف. أنا عجبتني كلمة إن أهداف الشخص هي اللي بتحقق شكل النجاح اللي عايز يوصل له، صحيح، دي صحيح. عجبتني أوي في اللي أنتِ قُلتيها دي. طب بما إننا بنتكلم يا وسام عن مفهوم النجاح، تفتكر كده هل المجتمع ليه تأثير على نظرتنا للنجاح؟ يعني المجتمع ليه دور في الموضوع ده؟ آه طبعًا، دي دور لإن إحنا أشخاص عايشين جوّه المجتمع. الأفراد دي نواة للمجتمع نفسه، صحيح. فبالتالي أي تصرُّف، أي فعل، أي حاجة بتخرج من الفرد هي بتأثّر على المجتمع، والعكس كمان، أنا موجود جوّه المجتمع ده، فالمحيطين بيّا كمجتمع باتأثّر بيهم، والحقيقة إنه دلوقتي في الوضع الحالي، لو اتكلّمنا عن الوضع الحالي لأن الناس تقدر تستوعب ده معانا، إن الوضع الحالي أنا باشوف إن المجتمع حَط كده معايير أو شكل لأشكال النجاح، إحنا دون أن ندري اعتمدناها إن هو ده الشكل للشخص الناجح، صحيح. واخدة بالِك إزاي؟ إمم. يعني عشان نقرّب أكتر للناس اللي بتشوفنا وتسمعنا، إن الشهرة مثلًا يا منال، فالمجتمع هنا أدّانا مفهوم ومنظور وقصة كده إنه أي حد مشهور ده شخص ناجح. إمم. فده هنا تأثير للمجتمع، فبالتالي إحنا بقى كأفراد أنا لمّا هاجي أبُص إن أنا عايز أنجح، هابقى مش شايف غير إن أنا مش هاحقق النجاح ده غير لو بقيت مشهور، ده النموذج ده برافو عليكِ، ده هو النموذج أو ده القالب اللي اللي المجتمع إحنا فرضه لسه بقى، اللي أنتِ أيوه. لسه قُلتِ ده ما فيش فعلًا قوالب ثابتة، إمم. ولكن المجتمع أثّر بقى في ده، إنه خلّى فكرة إن الشهرة هو معيار مع للنجاح، السوشيال ميديا كمان خلاص الموضوع بقى مرتبط كمان بيها جدًا. جدًا، ما هو برافو مش عليكِ. ممكن تكون مشهور في حاجة بس ما أنتاش على السوشيال ميديا شكرًا. والحاجة الtrend يعني مش مهم وال الشهرة جات في إيه، آه، يعني جات في إيه جات كمان في إيه، إيجابي أو سلبي. صح. مشهور دي equals حاجات كتير أوي. إمم. كمان باشوف أنا غير الشهرة، باشوف الرفاهية المالية، اللي هو الحد اللي معاه فلوس كتير، دلوقتي ده بقى من ضمن الحاجات اللي المجتمع حَط وضع للقصة دي، إن إحنا بقينا أي حد معاه فلوس كتير، معاه أكتر من عربية، مش عارف عنده فيلا فين، وبيروح مش عارف فين، وبيسافر برّه يعمل إيه، وعنده طيارة خاصة لإيه، رفاهية مالية، برضه مهمًا كانت يعني class A أو B حتى، إمم. ده بقى الناس بقت تشوفه إن هو ده شكل النجاح. أنا يبقى معايا فلوس كتير وعندي مش عارف إيه وباروح فين وعندي إيه وإيه وإيه، هو كده أنا شخص ناجح، وده حاجة من الحاجات اللي المجتمع أثّر عليها في موضوع المفاهيم بتاعة النجاح. حاجة تانية كده بقى برضه بسيطة بما إن إحنا دايمًا بنتكلم إمم. في البساطة، أنا قناعاتي برضه منال ودي حاجة جوّه شوية نفسية شوية في البني آدمين، إنه أنا مثلًا مش عارف أعمل حاجة معيّنة إمم. X مش عارف أعمله عادي، وأنتِ منال عرفتِ تعملي X ده أيًا كان. فبالتالي أنا كوسام بابقى شايف إن أنتِ نجحتِ، ده كده نجاح، دي منال ناجحة، إمم. ممكن أنتِ تكوني ده مش ناجحة أصلًا، أو أنتِ مش شايفة إن ده نجاح، أو بتعملي خطيرة أوي الحاجة دي النقطة عادي، دي، خطيرة أوي النقطة دي يا وسام. دي ناس مهمة كمان فعلًا نبقى واخدين بالنا من الحاجات دي، إمم. لأنه ده هيخلّيني أنا يغيّر منظوري عن النجاح، لأنه أنا كده عشان أنا مش عارف أعمل الحاجة دي، إمم.
أنا شُفتها نجاح لمجرد إن أنتِ عملتيها. إمم. هي بقى بالنسبة لِك كانت حاجة عادية، كانت بالنسبة لِك نجاح، كانت بالنسبة لِك أيًا كان، وبالتالي أنا بقى باتعامل مع النجاح ومع الأهداف اللي عايز أحققها من المنظور ده، أنا عايز أنجح، وهنا مش هالاقي نفسي إن أنا بانجح. وحاسس بفشل إن أنت النقطة دي في ضعف فيها، لإنه أنت باصص على الحتّة دي عند اللي قدّامك مش برافو عندك. عليكِ، برافو عليكِ، اهم. ده حقيقي. والمجتمع بقى، يعني لمّا اتكلمنا في المجتمع وقُلت لِك إحنا أفراد وفي المجتمع، بياخدني لحتّة كده ليها اتجاه العلاقات. إحنا كنا عملنا حلقة قبل كده podcast في وادي قعدة عن العلاقات وكانت جزئين تقريبًا صح؟ آه، آه. فبما إننا هنروح شوية للحتّة بتاعة العلاقات دي وكنا عملنا واتكلمنا فيها، فلو قُلت هنا النجاح بيأثّر إزاي في العلاقات، أو إيه العلاقة هنا المعادلة اللي بين النجاح والعلاقات؟ النجاح والعلاقات. آآ وليه ما تقولش إن العلاقات ممكن كمان هي تأثّر على النجاح أكيد، أو نجاح الميت؟ صحيح، يعني أنا باشوف إنها win-win. يعني دايمًا تلاقي إنه الشخص الناجح بيرتبط أو بيبقى موجود حواليه مجموعة من الناس اللي يا بتدعّم نجاحه يا ناجحين معاه. آآ طبعًا أنا باتكلّم على العلاقات الصحية. و وكمان شخص اللي بيكون ناجح هو بيدوّر على العلاقات الناجحة اللي تعمل له support أو تدعّمه إنه يكمّل نجاحه. وأنا لو في علاقة ناجحة و لأ أو خلّينا نقول علاقة صحية، أكيد هاكمّل في طريق النجاح. يعني أنا هابقى متشجّعة، هابقى مزاجي حلو. تعالَ كمان نتكلّم بقى عن الصلابة النفسية. إنه أنا لو شخص يعني ضعيف شوية أو ما عنديش stability شوية أو ممكن أحس بالوهن شوية نتيجة علاقة معيّنة، هيأثّر على نجاحي بشكل كبير. مش أنا هانجح لمين أو صح، هانجح إزاي أو هانجح. أنا شخص باستمد قوتي من العلاقات. وده من يعني إحنا اتكلّمنا فيه كتير طبعًا في حلقة جزء العلاقات. العلاقات صح، بالضبط. إنه العلاقة مش في حد ذاتها مش هدف، بس العلاقة كمان ليها جزء داعم كتير في حياتنا، ممكن تخلّيك قدّام، ممكن تخلّيك تنجح، ممكن تخلّيك على الأقل عندك سلام نفسي وصحة نفسية وجسدية كمان بناءً على العلاقة دي. فبالتالي طبيعي شخص ناجح ما فيش علاقات مسيئة أو مؤذية ضاغطة عليه. ومهما كانت صلابته النفسية، هو في نفس الوقت لأ، محتاج دعم، محتاج حاجة تكمّل قوته، محتاج حاجة تقول له أنت ماشي صح. محتاج كمان علاقات تدّي له أدوار. إنه الشخص الناجح مش بيعمل كل حاجة بنفسه. صح، بيحتاج يعني بيبقى محتاج ناس حواليه، دايرة حواليه مُقرّبة جدًا، كل واحد فيهم ليه دور. فعلاقة وثيقة جدًا. إمم، طيب بما إننا برضه مكمّلين محتاجين نتكلّم عن النقيض، يعني الفشل. أوكي. إيه العلاقة اللي ما بين أو بتربط ما بين الفشل والنجاح من وجهة نظرك يا وسام؟ طيب خلّيني برضه أقولها لِك بتعريف من مُعجم اللغة العربية بما إنِّك قُلتِ النقيض. آه. فالفشل يعني هو في المُعجم هو خيبة وعدم تحقيق المُراد. إمم. يعني أنا ما قدرتش أحقق الحاجة اللي أنا عايزها، أوكي، وهي خيبة وعشان كده هي عكس ال النجاح. والحقيقة أنا باشوف إن هي آآ أثناء الprocess بتاعة النجاح بيحصل الفشل، اللي هو نعمل لها reframing كده ونعيد صياغتها، اللي هي محاولات. أنتِ محاولات طبيعي جدًا وأنتِ في طريقِك للنجاح، في حاجات هتتعرّضي ليها مش هتقدري تعمليها، وبتجرّبي تاني عشان توصلي. صحيح. فهي محاولات في طريق النجاح، إمم. وبالتالي مفهوم أنا حابب الناس أوي تتبناه، إنه الفشل هو قاعدة من قواعد لعبة النجاح. حلو أوي. يعني الفشل قاعدة من قواعد لعبة النجاح، هو جزء أصيل من الآلية بتاعة النجاح نفسه. وعشان كده تشرشل هنا ليه مقولة حلوة أوي بيقول لِك إنه النجاح هو الانتقال من فشل إلى فشل دون فقدان الحماس أو الأمل. وده اللي بيفسّر فكرة إن الفشل فعلًا هو قاعدة من قواعد النجاح. النجاح. صحيح.
طيب إيه تأثير الفشل على طريق النجاح يا وسام؟ بما إنه في علاقة وثيقة بين الاتنين وإن الفشل مرحلة من مراحل النجاح، طب إيه بقى تأثير الفشل على النجاح؟ حلو أوي. أنتِ قُلتِ هو من ضمن الآلية أو هو ضمن الطريق، وبالتالي أنا باشوف إنه فكرة تأثير الفشل على عملية النجاح ليه علاقة بالmindset الmentality بتاعة الشخص. إمم. وأنتِ اتكلمتِ كان في الأول على فكرة إن ده على حسب كل شخص والتاني، وعلى حسب وقِيَم. أهدافه وكده وقِيَم والحاجات دي كلها. فالmentality نفسها والعقلية وطريقة التفكير والتفاعل الشعوري للشخص مع ما يسمى الفشل، هو ده اللي بيودّي نتيجة وجود الفشل في عملية النجاح، أو ده اللي بيودّي للتأثير بتاع الفشل للنجاح، هيودّيني على فين؟ أنا هاتعامل مع فكرة الفشل دي إزاي، وبناءً عليه هاتأثّر بيها. لو أنا فعلًا شايفها إنها محاولات في طريق إن أنا النجاح، وإن طبيعي إن دي حاجة من ضمن الآليات بتاعته وقاعدة من القواعد، أنا هالاقي إن ده بيودّيني أكتر للنجاح. هالاقي ده إن المحاولات اللي بتحصل اللي إحنا بنسميها فشل، هاخد منها دروس، هاخد منها خبرات، هاخد منها feedback هتخلّيني أطوّر اللي بعديها أكتر. ده كده mentality لشخص ما. شخص تاني لأ، ده فشل، ده أنا ما عرفتش أعمل دي، أنا كده مش هاعرف أوصل. كلام بيقوله جوّه نَفْسه هيُقف، هيخلّيه هنا مش عارف يوصل. عشان كده أنا أقدر أقول لِك إنه الفشل الحقيقي، يعني هل هو ما فيش فشل؟ لأ، في فشل. بس الفشل في قناعاتي كده إنّك تفشل إنّك إيه، تقدر توصل للنجاح. إمم. ده اللي ممكن في النُص ما يكمّلش. إمم. واخدة بالِك، ما أنتِ مش لسه تشرشل قايل مع عدم فقدان القدرة على الحماس والأمل. اللي بيفقد القدرة على الحماس والأمل من أول محاولة 2 ما قدرش يوصل وبيُقف هنا وما بيكمّلش، وقّف. وقّف، أنت وقفت. فهنا أنت فشلت إنك توصل للنجاح نفسه. ومن هنا من العملية بتاعة التعامل الأشخاص نفسهم مع فكرة الفشل، لو حبينا نقول إيه ممكن الطريقة المفيدة إن إحنا نتعامل بيها مع الفشل؟ أنا شايفة إنه أقوى حاجة أو أصح حاجة هي فكرة إنه حوالين كل شخص ناجح يكون في آآ مساندين أو داعمين أوكي، أو ناس ليها دور زي ما أنا قُلت قبل كده. أوكي. ما فيش حد بينجح لوحده، يعني بشكل بصّيت حواليك هتلاقي قصص النجاح أغلبها ما كانش كلّها فيها اللي ورا الستار، فيها صح، اللي ورا صح، النجاح ده، صح. في حد داعم، في حد ليه دور بس دوره تنفيذي، في حد بيساند، في حد عارف كويس هو المفروض يدّي إيه للشخص الناجح ده عشان يكمّل. يعني حاضرني دلوقتي حد يعني مقولة حد قالها لي قريب منّي جدًا بيقول لي: "أنا ساعات بيبقى دماغي ملخبطة وشايف إن الدنيا مسدودة خالص، لمّا باجي أتكلّم معاكِ بالاقي الموضوع إيه ده! ما هو سهل أهو، ما هي محلولة." أوكي. آآ ده دوري في نجاح الشخص ده، هو اللي ناجح في أيوه اللحظة صح، دي، بس هو استمد منّي إيه؟ وكل مرّة هو بييجي يقول لي كده أو هي يعني بتيجي تقول لي كده، بتلاقي نفس فكرة إنه ما فيش مشكلة، محلولة. إمم. وهنا كمان بتاخدنا إنه جاك كانفيلد كان شايف إنه من أقوى أسرار النجاح لأي شخص ناجح هو فكرة الدعم النفسي أو الدعم المساند لقصة النجاح، وعشان كده قال من ضمن النصايح ومن أكبر النصايح اللي قالها دَوّر على مدرب شخصي أو coach يدعمك، أوكي. لإنه مش كل العلاقات هتفضل مستمرة على نفس الوتيرة، فهو صح. شايف إنه المدرب الشخصي أو الcoach داعم حقيقي، وهنا ياخدنا لقصة إنه هل إحنا فعلًا بنقابل ده في جلسات الcoaching؟ الحقيقة إمم. إحنا بنقابل ده وبنقابله كتير، يعني مثلًا على سبيل المثال أنت ممكن تبقى جوّه الsession وتطلب من الشخص أو العميل إنه يقول لك أو يحكي لك عن نجاحات يومية بيتعرّض ليها، تمام، أو يكتب لك list من النجاحات اللي بيحققها. دي حاجة ضرورية جدًا، وساعات كمان بتطلب as a task بعد الsession. صح. طب ليه بنعمل كده؟ العميل بيبقى جاي مش فاهم إمم. أو مش شايف صح. أو مش عايز ي ي ي يصدّق إنه أنا محقق نجاحات إمم. كتير، أنا أصلًا أنا عايزة أقول لك إنه كتير جدًا كنت في sessions أنا شخصيًا منال لو برّه الsession أنا منبهرة بالشخصية اللي معايا،
بمدى صلابتها ومدى نجاحها، وإزاي قدرت تتحمّل ده، وإزاي قدرت يعني تُقف في موقف زي ده. هي مش شايفة ده، هي أوكي. الfocus عندها ممكن على المشكلة أو على الشخص اللي أذاها أو. لمّا بتُقف بقى بدور الcoaching في المرحلة دي، إنه يشوف قدّام مراية، صح. إنه الحقيقة إمم. لأ أنا ناجح، إمم. أنا أصلًا إزاي استحملت، أنا استحملت، أنا عدّيت، أنا المرحلة دي كانت عدِّت أصلًا وعدِّت بنجاح، ولو كمان طلبت منه يختار أو يخلق سيناريو مختلف للي حصل، هيقول لك ده أحسن حاجة حصلت. إمم. هو السيناريو ورَد الفعل والتصرُّف هو ده كان أحسن حاجة، بس وإحنا client ما بنبقاش شايفين ده أوي صحيح. أو مش فاهمينه أو حاسين إنه أنا شايف النقطة الضعيفة في الموضوع. إمم. أنت كمان يا وسام أكيد بتتعرّض لحاجات شَبه كده في جزئية النجاح بالذات جوّه جلسات الcoaching. ده حقيقي، وخلّيني أقول لِك نموذج أو حالة ليها علاقة بحاجة أنتِ قُلتيها لمّا قُلتِ إنه جاك كانفيلد كان بيقول إن من ضمن الحاجات الأساسية للنجاح إن يبقى في الدعم المساند ليك أو وجود المدرب الشخصي أو الcoach. إمم. دي نقطة نوّرت معايا أوي وأنتِ بتتكلمي عن دور الcoach في حياة الناس اللي ممكن تبقى عندها ثقافة إنها بتروح لlife coach. إمم. قد إيه بيفرق كتير وخصوصًا لمّا اتكلمتِ عن النجاحات الصغيرة. فالحقيقة أنا بييجي لي ناس ممكن هو قايل أنا فاشل، يعني الأساس هو جاي وعنده حاجة عايز يعملها بس واخد الانطباع عن نفسه أنا فاشل. خلّي بالِك هنا بقى دور الcoach هنا في الحتة دي أو الcoaching بيعمل إيه، هو هنا في هوية. إمم. الclient عمل لنفسه هوية إنه فاشل، إمم. أنا وراها فاشل، وبالتالي النجاح أو تحقيق أي حاجة هو ليه علاقة بالdoing. إمم. لكن لمّا بادّي هوية لنفسي ليها علاقة بالbeing. إمم. فإزاي نقدر نفصل بقى في جلسة الcoaching إنه يفصل ما بين الdoing والbeing، إمم. لأن دي حاجة غير دي خالص. صحيح. ومجرد إن أنا باحط لنفسي هوية لده، أنا باتعامل في كل حاجة في حياتي من خلال ده. يعني أنا مصري، دي هوية إمم. عشان نقرّبها للناس، إمم. فباتعامل في حياتي كلّها من خلال الهوية دي، إمم. سواء بقى في لغة، في عادات، في تقاليد، في انطباعات، في نكتة، يعني الحاجات اللي حتى لو مش بتقولها، حتى لو مش طول الوقت بتقول برافو أنا مصري. عليكِ، لأنها خلاص built in زي ما بيقولوا. بالضبط. فلو بقى أنا الهوية بتاعتي إن أنا فاشل، مش أنا هاشوف أي نجاح. خالص ومش هاعمل غير كده، إمم. وباتعامل من خلال ده. فهنا كcoach بقى أنا بابقى دوري إن أنا إزاي أخلّيه هو يقدر زي ما أنتِ قُلتِ المراية، إمم. هو لوحده ياخد باله الفرق بين الbeing والdoing، وإنه قد إيه هو فعلًا بيشوف نجاحات موجودة في حياته. ولمّا يختلف ويحصل التفرقة والتمييز ما بين الbeing والdoing دي، بيقدر يتنقل بقى لفكرة أنا باعمل الحاجة دي بطريقة بتخلّيني كذا، كذا. إمم. فهيحاول أكتر إنه هنا أحوّلها لسلوك، إمم. مش على قد إنها حاجة ملتصقة بيه. فدي أنا باشوفها إنها بتبقى نقطة مهمة جدًا لوجود الcoaching كمان، وده اللي باطلع معاه في جلسات كتيرة أوي، إمم. حتّة الهوية دي. شايف هنا دور الcoach بيبقى هايل جدًا لو عنده الوعي ده إنه ينقل النقلة دي. ومؤثّر جدًا أها. وفعّال جدًا، لأن النقلة نفسها يا منال بين الفرق حلو. أنتِ فاهمة قصدي إمم. طبعًا، إمم. بين إن هو being وdoing دي لوحدها التمييز ده بيودّي الclient في حتّة تانية خالص. وهيقدر يطبّقها على برافو جوانب عليكِ. تانية كتير من غير وهيقدر حتى يعني رجوع ليكِ، لإنه خلاص هيبقى بالضبط. الmindset نفسها اختلفت. برافو عليكِ، المنظور الزاوية بتاعته راحت اختلف. لحتّة تانية خالص، بالضبط. خالص. طيب يا وسام لو أنا عايزة أقول لك كده سؤال مختصر شوية، هو صعب بس يعني ساعدني. إزاي ننجح أو إزاي تنجح؟ أوكي، إحنا قُلنا النجاح ليه مفاهيم كتير طبقًا للأشخاص وكده، ولكن على حسب بقى أيًا كان مفهوم الشخص ده، وأيًا كان منظوره للنجاح، وأيًا كان هو شايف النجاح إيه، الحاجة اللي عايز يوصل لها، اللي هاقوله ده ممكن يمشي مع أي حد، على حسب منظوره للنجاح. هي الفكرة البسيطة إنه مش هادّي steps تعمل زي ما أنتِ قُلتِ في الأول، هو ما فيش template. أنا مش هاقول لك اعمل 1، 2، 3 عشان تبقى ناجح، بس هاقول حاجة كده ت ت تخلّيك تشوف أنت ناجح إزاي. الفكرة هنا أنا باقول حاجتين، أنت يعني تصنيف وأولويات. يعني إيه؟ يعني بدل ما أنت ماشي في حياتك كده واخدها package على بعضها، فقسّمها كده كتير، حاجات كتير على المستوى الشخصي مثلًا، ده لوحده track طبعًا. أو جانب. المستوى الأسري، إمم. وكبّر الscale بتاعه المستوى العائلي مثلًا تبقى دي دايرة تانية، أدا جزء أو أدا تصنيف. على المستوى المهني، إمم. على مستوى العلاقات. فلمّا أقسّم حياتي كده وأصنّفها لأجزاء كتيرة،
هيخلّيني ده إيه، أبُص على كل جزء لوحده. أشوف أولوياتي بقى فيه. برافو عليكِ، وأبدأ إمم. أشوف الأولويات فيهم كلّهم على بعض على فكرة وفي كل جزء لوحده. صحيح. وده هيخلّيني أبقى مركّز على النجاحات الصغيّرة اللي باعملها، إمم. لإن أنا لو واخد كلّه package على بعضه يا منال، فممكن أكون أنا شايف النجاح من مفهومي ومنظوري إن هو بس في العلاقات، إن أنا لو عندي العلاقات كتيرة وباعرف أتعامل مع الناس وبتاع، أنا كده شخص ناجح، إمم. وهابقى مركّز دايمًا في ده، ومش شايف أي نجاحات تانية في المجالات اللي إحنا قسّمناها دلوقتي، إمم. فلو أنا ما حققتش أي نجاح في العلاقات، هالاقي نفسي إن أنا مش باحقق نجاحات. لكن عملية التقسيم اللي أنا باتكلّم فيها دي، هتخلّيني مركّز وباعمل spot كده على كل جزء لوحده، وأبدأ أبُص فيه وأشوف النجاحات حتى لو كانت بسيطة اللي أنا باعملها، فدايمًا هالاقي نفسي عندي نجاحات كتير أوي، ده هيدّيني دافع كبير جدًا إن أنا أكمّل، وهيحس قد إيه أنا عندي ثقة في قدراتي أكتر، وقد إيه أنا إنسان باعمل نجاحات كتيرة، وهيعظّم كمان النجاحات اللي أنا باعملها وما كنتش واخد بالي منها خالص. كل الحاجات دي هتدّيني شعور أكتر بإن أنا فعلًا شخص ناجح طبقًا لمنظوري برضه، طبقًا ل صحيح. لمفهومي أنا عن النجاح، وهيدّيني دافع أكتر إن أنا أكمّل حتى في الحاجة اللي أنا لو مركّز عليها بس، هتدّيني أكتر حماس، هتدّيني أكتر شغف، هتدّيني أكتر دافع إني أحقق النجاح في أي مجال بقى من بقية المجالات. فده باختصار إزاي تنجح أنت على طريقتك. حلو أوي يا وسام. أكيد في نماذج تانية كتير هنتكلم عنها إن شاء الله في الجزء التاني من حلقة النهارده. خلصت قعدتنا النهارده، ولسه في قعدات تانية كتير، هنستناكم تيجوا تقعدوا معانا ونقول تاني وادي قعدة.